مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج ميد فيجن. وياكم الفاحصة دعاء لقمان. اليوم راح نتكلم وياكم عن أهمية الفحص الدوري للعيون في حياتنا. نقدر نعرف فحص العيون أنه شيء ضروري جدا بغض النظر عن الحالة البدنية أو العمر، ومن الضروري أنه يجري الفحص الدوري للعيون على الأقل حتى نساعد بالتغلب على أي مشكلة بالعين قبل أن تتقدم، وهالشيء نحن أفضل فرصة لتصحيح ومنع تدهور الحالة. أغلب الناس ما يعرفون وما يفرقون بين فحص النظر وفحص العين، وهالشي من الأخطاء الشائعة اللي يرتكبها هواية من الناس، ويعتقدون أنه فحص النظر فحص شامل للعين، والواقع أنه هو فحوصات النظر هي اختبارات عيون أساسية تساعدنا على تحديد إذا كان أكو مشكلة بنظرنا، بس ما تختبر أمراض العيون. ومن نكون صغار بالعمر أو حالتنا الصحية زينة، فهالشي أغلب الناس يخليهم يتغاضون عن فحص العين، لأنه مشاكل العين تظهر بأي وقت كان وفي أي عمر كان. راح نتكلم على أصغر وأهم فئة في المجتمع اللي هم فئة الأطفال. يجب أن يخضع الأطفال لفحص العين الأول من الشهر الأول حتى الشهر السادس. إذا شك أحد الوالدين بأن هنالك أي مشكلة لازم يحوله للطبيب فوراً حتى يعالجه. واختبارات العيون المبكرة مهمة لأن الأطفال بحاجة إلى مهارات البصرية الأساسية، وبفضل تكرار الفحص عند بلوغهم لعمر 3 سنوات، وبعدها يكون عندنا متابعة دورية كل كم شهر. ولكن عندنا موضوع مهم كلش اللي هو الفحص المدرسي. عند بلوغ الطفل عمر 6 سنوات أو 7، يعني أول ابتدائي ثاني ابتدائي، إذا ما اهتم أهل الطفل بالفحص اللي يجروه بالمدارس هو فحص النظر، هنا راح تكون أكو إشكالات للطفل، خاصة لما يكتشفون إنه الطفل عنده ضعف. هنا راح يكون عنده كسل. الكسل للعين من الأشياء الغلط إذا موجودة بالطفل والأهل ما انتبهوا عليها. عمر 12 سنة يكون صعب العلاج، لأنه الكسل ما له علاج بعد عمر 12 سنة، وبعض الأحيان أكو حالات تتعالج لحد عمر 15 سنة، فننصح كلش أنه الأهالي يهتمون بهذا الموضوع. نجي للفئة الثانية اللي هم يبدون عمر 15 سنة وتحت 40 سنة، يكون فحص الدوري لهم كل 6 أشهر مرة، واللي عندهم ضعف يكون كل 4 أشهر أحسن، حسب تاريخ وتقويم اللي حدده التقني البصريات. وبعد هاي الفئة تجينا الأعمار اللي فوق 40 سنة، وخصوصا اللي عندهم ضغط الدم والسكري. رجاء الأشخاص اللي عندهم ضغط الدم والسكري على الأقل مرتين شهريا يسوون فحص قياس ضغط العين، لأن ارتفاع قياس ضغط العين يسبب لنا عدة أمراض، واللي أكثرهم منتبهين عليه هي اللي هو المي الأبيض والمي الأسود، لأن ارتفاع ضغط الدم يسبب لنا هاي المرضين. الأعمار فوق 40 سنة ممكن يعدهم مشكلة بالرؤية، اللي هو القريب يكون مغوش والبعيد يكون مغوش. وبعد ما ذكرنا هاي الفئات كلها، كل فئة بعد ما تنتهي من الفحص إذا كان هنالك فحص ضعف يكتب له الأخصائي وصفة نظارات طبية ويحوله إلى العيادات الطبية فوراً. وعلى ضوئها الفحص والوصفة هنا يجي دور المريض باختيار الإطار المناسب حسب الشكل اللي هو يرغبه، يعني اكو يرغب بلاستيك، اكو يرغب معدن، اكو ألوان يرغبوها. اختيار العدسة حسب النوع اللي يحدده الأخصائي بملاحظات الوصفة. الإطار يكون عندنا نوعين، البلاستيك والمعدن، ولكل نوع بإيجابياته وسلبياته. المعدن يكون أكثر جمالية من البلاستيك وأثقل وزن ونفس الوقت مناسب، أما البلاستيك يكون وزن خفيف ومريح لكن مقاومته للكسر. نجي نحكي عن المعدن. المعدن هو أكو أشخاص درجات عيونهم عالية، يعني درجات العدسات تكون ثقيلة، فهنا الأشخاص خلي يختارون يختارون إطار يكون إطار بلاستيك، لأنه العدسة تكون ثخينة والبلاستيك هو خفيف فما يسبب لهم ثقل. لكن إذا اختاروا العدسات تكون ثقيلة والإطار معدني، هنا راح يسبب لهم ثقل على الوجه. عدسات، راح نتكلم عن العدسات المفلترة، وعندنا أنواع. العدسات المفلترة للأشخاص والأطفال اللي يستخدمون الأجهزة الإلكترونية، يعني إذا أنت عندك ضعف وعندك استخدام الكمبيوتر ساعات متواصلة، تختار نوعية عدسة تكون بها فلتر حماية حتى يعكس الضوء المنبعث من الشاشات وعدم مرورها داخل العين وما يسبب لك جفاف مع العين. عدسات الفوتو المظللة، هذا النوع من العدسات يتحول لونه بالشمس ويكون شمسي، ومن يدخل لمكان ما بيه شمس يرجع مثل الأول إلى لونه الطبيعي. يعني هاي العدسة تكون بها مميزات اثنين، اللي هي تكون شفافة بالأماكن المظللة، وتكون تكون مظللة بالأماكن اللي بيها شمس.
هاي هواي تفيد الأشخاص اللي عندهم مي أبيض حتى ما يزيد. راح نجي على أهم عدسات اللي هي عدسات البايفوكل. شنو هي عدسات البايفوكل؟ عدسات البايفوكل هي نوعية عدسة يستخدمها الأشخاص فوق 40 سنة اللي عندهم قصر وبعد، يعني المغوش يكون قريب عندهم والبعيد يكون مغوش. هاي العدسة يكون بها مثل الخط، الفوق يبين للبعيد والجو يبين للقريب. هاي يعني بعض الأشخاص ما يرغبون يلبسون نظارتين، يعني يقول أنا ما أريد أحول كل ساعة في النظارة، فهنا راح نكتب له هاي العدسة حتى يشوف البعيد والقريب. أعزائي المشاهدين، اليوم حكينا صورة وأخذنا تفاصيل عن فحص الدوري للعيون. إن شاء الله نلتقي وياكم في عيادات متخصصة لفحص النظر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله كلكم تكونون بصحة وسلامة. وياكم في عيادة الدكتور علي محي الدين رشيد. مرحبا دكتور. مرحبا، كونك إن شاء الله تكون بخير. الله يحفظكم. الله يسلمك. دكتور، قبل لا نبدي بحلقتنا نريد نبذة تعريفية عن حضرتك واختصاصك. نعم، أنا دكتور علي محي الدين رشيد، أخصائي طب وجراحة العيون، بورد وزمالة الكلية الملكية البريطانية أدنبرا وزمالة الكلية الملكية البريطانية غلاسكو، وزميل المجلس العالمي للطب وجراحة العيون، وأستاذ تدريسي في كلية الطب جامعة كركوك. أهلا وسهلا بك دكتور، نتشرف بحضرتك. شرف الله. دكتور، أنت يعني أعلم باختصاص العيون، كعيادة شنو أكثر الحالات اللي تجيك، الأمراض أكثر شيوعاً والمنتشرة؟ احنا هسه نحكي نبذة مختصرة وبحيث المتلقي المشاهد يعني يفتهم من عندنا أمراض العيون. الأمراض الشائعة اللي نشوفها بطب العيون وجراحة العيون نقدر يعني نقسمها شوية حسب الفئات العمرية. نعم. نجي على الفئات خلينا نقول الادلتس اللي هم الكبار واللي البالغين. اغلب امراض العيون اللي تصيب البالغين هي بالدرجه الاولى الساد الابيض. طبعا الساد الابيض الى اسبابه والى مسبباته. القسم الاكبر منه هو نتيجه التقدم بالعمر. الانسان من يعبر ال50 يعني بشكل عام حسب يعني شخص عن شخص يختلف، يبدي موضوع المي الابيض اللي نعرف عنه بالتكون، وخطوه خطوه حسب الدرجات وحسب الشخص، من شخص الى شخص الموضوع يختلف، اضافه الى وجود عوامل اخرى يعني مساعده بهذا الموضوع، مثلا وجود داء السكري، مرض السكري، مثلا وجود امراض اخرى، مثلا كان يكون ياخذ ادويه معينه، كان يكون عنده مشاكل صحيه اخرى، مثلا ادويه الاستيرويد، الكورتيزون و يعني مشتقاتها. هذه واحده من الاسباب الرئيسيه انه تسوي مي ابيض. طبعا المي الابيض مو بس يصير بهذا العمر، المي الابيض يصير بكل فئات العمريه، خصوصا يعني حتى بالاطفال يصير، الاطفال نسميهم كونجنتال، ساد ابيض ولادي. طبعا هذه هم لها اسبابها ومسبباتها، من ضمنها انه اكو خلل هرموني يصيب الطفل، او ممكن انه يصير التهاب داخل الرحم فتره الحمل، او ممكن خلل كروموسومي يصيب الطفل يعني، او اصلا هو وياه يجي خلل كروموسومي في بنيه الطفل. واحده من مشاكله او واحده من اعراضه انه يصير الطفل عنده مي ابيض، يجي للدنيا وعنده مي ابيض. طبعا المي الابيض بالفتره الاخيره هذه مثل ما قلنا انه يعني تطور بها الجراحات وتطور بها العلاجات بشكل كلش متقدم. وسابقا مثلا بايام التسعينات، بايام بدايه الالفيه، نعم. المي الابيض كان يعني عملياته كانت مو متطوره ولا بهالطريقه هاي، كانت عمليات بدائيه، كانت صعبه نقول بالبدايه وناس تخاف من عندها. نعم، لكن بالوقت الحاضر العمليه ما تطول 10 دقائق، يعني 6 دقائق 7 دقائق، يعني خلينا نقول بحدود ال10 دقائق تطول، وتكون بالجهاز، ما بيها خياطه، ما بيها غرز، وتنزرع عدسه مطويه، ويطلع المريض يجي على رجله ويطلع على رجله، وثاني يوم يفتح عينه ويبدي يشوف، يحصل نظر ممتاز يعني. قبل غايه اطباء العيون انه بس يعني يحسنون الرؤيه او ينطون رؤيه بسيطه للمريض بعد عمليه المي الابيض. احنا هسه بالوقت الحاضر الغايه من العمليات مالت المي الابيض مو انه بس ننطيه نظر، لا، نريد نحسن النظر، نريد نوصله 6/6 او اقرب ما يكون 6/6. يعني احنا غايتنا انه نوصل المريض يكون طبيعي، السائق يرجع يسوق سيارته، الموظف يرجع يشتغل شغله، الطبيب يرجع يشتغل عملياته، والطالب يرجع يدرس، وهكذا.
أمراض أخرى يعني إذا قسمناها على الفئات العمرية مثل ما بدينا بالحلقة، أمراض الشبكية مثلا. الشبكية أي نعم، هاي نسمع عن أمراض الشبكية. أمراض الشبكية نقدر الشبكية نقسمها قسمين. نعم. أمراض الشبكية الطبية أو العلاجية اللي تداخلاتها علاجية كأوبر وليزر، وأمراض الشبكية السيرجيكال ريتنا نسميها، يعني أمراض الشبكية اللي تتعالج بجراحات الشبكية. أمراض الشبكية بشكل عام يعني الأغلب الأعم نتيجة داء السكري. ننصح مرضانا، يعني دائما احنا ننصحهم، واحنا من منبركم هنا هم ننصح مرضانا مرة أخرى. أهل السكري السيطرة على السكر يعني شيء مو صعب جدا ولا شيء مستحيل، لكن علاج المضاعفات ومشاكل السكري خصوصا إذا انصابت العين بهذا الموضوع حقيقة تكون صعبة وتكون تأخذ وقت وتحتاج جهد من الطبيب وتحتاج جهد من المريض. فنصيحتنا بالبداية لمرضانا وأعزائنا أخواننا وأخواتنا أهل مرضى السكري أنه يحافظون على نسبة السكر، يرتبون سكرهم، يحافظون عليه حتى لا يوصلون هاي المراحل المتقدمة اللي تحتاج علاجات متقدمة. علاجات الشبكية مثلا اعتلال الشبكية نتيجة داء السكري، اكو علاجات هم بالفترة الأخيرة تطورت العلاجات وصارت جدا متقدمة عن طريق حقن الأوبر الخاصة بهذا الموضوع اللي توقف النزيف وتوقف تكون الأوعية الدموية الغير طبيعية اللي قبل هم كانت غير متوفرة وغير مستخدمة في طب العيون. فلهذا يعني قبل 20-30 سنة أكثر مرضانا اللي هم يعانون من أمراض الشبكية ما نقدر نسوي لهم حل مرضي لا إلنا ولا إلهم، لكن بالوقت الحاضر الحمد لله هيك امور يعني هاي الحقن تطورت بشكل سريع وبشكل ممتاز بحيث كنا نقدر نعالج ونقدر نفيد مرضانا وهم راضين واحنا راضين. هو هاي صح، عفوا دكتور على المقاطعة، هو انه صح انه تطور الاجهزة وتطور العلاجات، بس يعني همين اكيد لازم الناس مو معناها يستهينون بالسكري او لا مثل ما قلنا احنا بالبداية احنا لازم يعني لازم ضروري الأولية الأولى بالموضوع انه يا اخواننا يا اخواتنا السيطرة على السكر مو شيء صعب، تقدر واحد يقدر يسيطر عليه شوي مثل ما يقول يطول خلق يقدر يسيطر عليه، لكن علاج مشاكله لا يعني حقيقة مزعج بالنسبة للطبيب ومزعج بالنسبة للمريض، ومثل ما قلنا يحتاج علاجات متقدمة ووقت يطول ومتابعات يعني واحدة وراء الثانية فترات قصيرة حتى نقدر يعني نحسن أموره ونخلصه من الموضوع والمشكلة اللي هو به. دكتور كمرض اسمه قرنية مخروطية، هسه هذا الموضوع إذا خلصنا الشبكية إضافة إلى أنه موضوع الحقن بالأوبر، طبعا أكو علاجات ليزرية تداخلات ليزرية هم بالفترة الأخيرة تطورت بشكل كلش ملحوظ، وقمنا انه اكو مرضى اللي يحتاجون تداخلات ليزريه طبعا وتنقلهم من حاله الى حاله، تنقلهم من حالات سيئه ووضعهم متدهور الى حالات جدا جيده وامورهم بالمستقبل بالايام اللي تلحق التداخل الليزري تكون كلش اوكي وكلش ممتازه وتخلصهم من مشاكل معينه من امراض الشبكيه. وكذلك جراحات الشبكيه هم تطورت، يعني مثلا قبل انفصال الشبكيه كانت عمليات جدا بدائيه، هسه بالوقت الحاضر ما شاء الله عملياتها جدا متطوره وجدا دقيقه ونتائجها نتائج حلوه والمريض يستفاد ويرجع الرؤيه اللي تفيده بحياته اليوميه وحياته العمليه. اذا قلنا امور اخرى يعني اذا قسمناها السالفه على الفئات العمريه، فئات الشباب يعانون من اخطاء انكساريه. الاخطاء الانكساريه شنو نقول بيها؟ اللي هي القصر والبعد والاستجماتيزم، إضافة إلى موضوع نسميه القرنية المخروطية. القصر والبعد والاستجماتيزم يعني أغلب الناس سامعة هذا الموضوع، صح. عنده قصر يلبس مناظر، عنده بعد يلبس مناظر، عنده استجماتيزم يلبس مناظر. القرنية المخروطية أحب أنوه عليها شوية أوقف عليها لأن هو هذا المرض شوية مرض متقدم، يعني ما يوقف عند مرحلة معينة. المريض حالته تتدهور يوم بعد يوم. اليوم خلينا نقول مثلا إذا هو ناقص، لأن هو مايوب يعني هو عنده قصر معاها استجماتيزم، طبعا القرنية المخروطية يصير وياها استجماتيزم. إذا اليوم عنده درجة ناقص 1 قصر مع ناقص 1 استجماتيزم، تلقاه بعد سنة صارت ناقص 2 أو ناقص 2.5. قصر مع ناقص 2.5 أو ناقص 3 استجماتيزم.
يعني الفكره هنا وين؟ الفكره انه هو موضوع متقدم، صح. يعني ما يوقف عند مرحله معينه ويمشي لقدام. هنا الفئات العمريه اللي تنصاب بهذا الموضوع هي فئات فتره الصبا، يعني فتره المراهقه والشباب، تبدي من 10 12 13 14 سنه لحد 35 سنه ممكن تظهر اعراضها. فهم ننصح هنا انه اللي عندهم اخطاء انكساريه واذا تتقدم عندهم، يعني خلي طبيب عيون مختص ومتمرس يشوفهم، واكو فحوصات بسيطه طبعا من ضمن هاي الفحوصات الاوتو، انت مثل ما تعرفين. نعم. هذا يعني الكمبيوتر اللي الناس تعرفه، هذه بيها قراءات معينه نقدر ناخذ منها فكره انه هل هذا عنده علامات قرنيه مخروطيه لو لا. في حال اذا عنده علامات قرنيه مخروطيه ندزه الى فحوصات اخرى متطوره اكثر متقدمه بحيث نشخص المرض. ومن قلنا قرنيه مخروطيه لازم نوقف المرض، يعني نوقفه حتى لا يتدهور. نسميها تثبيت بعمليه خاصه طبعا بماده واشعاع خاص، عمليه جراحيه تعتبر، تثبيت او تصليب القرنيه، تثبيت او تصليب القرنيه حتى المرض يوقف عند حده. كذلك الاخطاء الانكساريه، طبعا الاخطاء الانكساريه هم بالفتره الاخيره. طب العيون تطوراته جدا قفزات يعني تصير، مو ما تشبه غير افرع من الطب. تصحيح البصر بالليزر يعني موضوع تطور جدا الى هواي ناس يسالون عن الليزر والليزك واذا كان بفائده للعيون. وصل مراحل جدا متقدمه بحيث المريض اللي يلبس مناظر ويعاني طول عمره انه دا يلبس مناظر، خلال دقائق معدوده نقدر نخلصه من المناظر ونسوي له تصحيح بصر بالليزر ويرجع نظره يشوف 6/6 ونسب نجاح جدا عاليه اكثر من 99%. ليزر، يجون مرضى مرات يقولون دكتور ليزر، ليزك، فيمتو، كواترو، هاي المسميات اللي يسمعوها وما يفرقون يعني همين بيناتهم وكلها نفس الشيء لو كل فروقات بسيطه. هي الفكره انه اجراء تصحيح بصر بالليزر هو جهاز ليزري انه يصحح البصر، لكن هذه الاسماء والمسميات طريقه اختلاف التداخل. مثلا اكو البي ار كي، اكو الليزك، اكو الفيمتو ليزك، اكو السمايل، كلهن اختلافات بسيطه بيهن بالاسماء. طبعا اكو كل طريقه لها محددات، يعني اكو طريقه معينه. مثلا انا هذا المريض ما توالمه، كان يكون مثلا نسميه ليزك، الليزك هذا المريض ما يوالمه، بي ار كي هذا المريض ما يوالمه، سمايل هذا المريض ما يوالمه، وهكذا. اكو هاي الطرق، احنا يعني اختلاف الطرق صار حتى انه التداخل من نسوي ويا المريض هو يكون التداخل الانسب للمريض. فيعني هنا اريد ابين واعطي فكره للشباب اللي يعانون من هذا الموضوع، يعني لا ينغرون بالمسميات، والله هذا يسوي سمايل، والله هذا يسوي فيمتو، والله هذا يسوي مدري. يعني هي هم ارجع اقول بالمجمل هو تصحيح بصر بالليزر، جهاز ليزري، لكن طريقه الاجراء، طريقه العمليه، طريقه الشغل تختلف. وطبعا احنا نحدده، احنا الاطباء ونناقشه ويا المريض. اكو قسم من المرضى مثلا مصرين انه يريد يسوي اللي يريدون يسوون ننصحه احنا اذا هو الليزك مناسب له طبعا بكل اريحيه وبكل رحابه نسوي له ليزك. مرات لا ننصح، نقول له مثلا الطريقه الفلانيه تكون انسب لك واريح لك ومشاكلها اقل والى اخره. فمناقشات يعني تصير بيننا وبين المريض. طبعا المريض اغلب المرضى يعني لانهم مثقفين وواعين، صح، هاي الفئه تصير عاده مثقفه وواعيه، فيسمعونا ويروحون شويه حتى يدرسون، يعني يبحثون بالموضوع، يرجعون انه ونسوي لهم الاجراء الانسب بالنسبه لهم. وهذه امراض هسه بالوقت الحاضر يعني شائعه جدا، كلش منتشره. كلش منتشره وهوايه من الناس دا تعاني منها. دكتور، قبل ما هاي اكو هواي يسالون سؤال كلش مهم، الليزر والليزك يعني يرهم لكل الاعمار لكل الفئات؟ يعني مثلا نساء الحوامل هواي يسالون يرهم لهم الليزر والليزك؟ خوش سؤال، خوش ملاحظه. نعم. علميا احنا المريض يعبر 16 سنه نقدر نسوي له تصحيح بصر بالليزر، هذه اذا نحكي على العمر. طبعا في حال اذا هي القرنيه مالته مؤهله، نعم. يعني هو مؤهل انه نسوي له تصحيح بصر بالليزر. لكن قانونيا قانونيا يعبر 18 سنه يلا نقدر نسوي له، باعتبار هذه عمليه تجميليه ولازم هو الشخص يكون بالغ حتى نقدر نسوي له هذا الاجراء. امور الاخرى، العوامل الاخرى المتعلقه بهذا الموضوع، مثلا موضوع الحمل. نعم. عاده النساء الحوامل
يصير عندهم مايوبيك شيفت نسميه. نعم. يعني يصير عندهم نحو القصر، يعني النظر مالتهم يروح يصير بالناقص. نعم. قصر يصير عندهم. طبعا هذا القصر يكون مؤقت نتيجه الانتفاخ القرنيه، يعني انتفاخ القرنيه. نعم. تنتفخ، تجمع سوائل، شلون جسم المرض يتجمع سوائل اثناء الحمل. هذه القرنيه هم واحده من الاجزاء انه تجمع سوائل فتنتفخ القرنيه، فيصير عندهم مايوبيك شيفت، يعني ناقص نلاقيهم مثلا ناقص نص، ناقص واحد. قبل كانت تشوف 6 قبل الحمل، قاعد تشوف 6 18، مرات 6 24، مرات 6 36، يعني يكون مؤثر وهم يلاحظوه بشكل يعني واضح. هنا يجون يعني دكتور شنو اللي صار؟ يعني هو الحمل خرب عيني وهيك، ويمكن هم على بالهم مثلا سببها الادويه او لا، يعني يفكرون بالحمل، يقولون لا الحمل خرب عيني، الحمل سوالي مشكله ما ادري شيء. هي هذا موضوع مؤقت، بس الحمل يخلص خلال اشهر الاولى بعد الولاده، 3 شهور الى 6 شهور الاولى بعد الولاده الامور ترجع كلها طبيعيه. يعني فسيولوجي، هذا تغير فسيولوجي وليس تغير مرضي. هنا المرضى او اللي عندهم اصلا قصر او مشكله ويحتاجون تصحيح بصر بالليزر، النساء الحوامل اقلها سنه. اقلها سنه. طبعا اقلها سنه مو بعد الولاده، اقلها سنه من توقف الرضاعه. نعم، توقف الرضاعة مو بعد الولادة. الرضاعة هم تغيرات هرمونية بيها، صح فعلا، فتأثر على الموضوع وتأثر على الخطأ الانكساري اللي عندها. فمن يصير هذا الموضوع ورا سنة نكون احنا مطمئنين والقرنية مالتها مستقرة، ذاك الوقت من نسوي لها تصحيح بصر يكون هو التصحيح الحقيقي واللازم والأنسب. واللي هي اللي تحتاجه هي، بحيث وراها بعد المريضة تقوم تشوف 6 ويكون ثابت. يعني هاي الامور لازم نراعيها. مرضى يجون يقولون دكتور شو ناس تقول سووا ليزر ورجع ويحتاج صح فعلا، هذا السؤال هوايه موجود. يحتاج تقويم. هنا ننصحهم الاخوه والاخوات انه اللي يدورون تصحيح بصر بالليزر يعني يختارون ناس اطباء عيون متمرسين وامينين. طبعا. نعم. حتى يعني هو الموضوع مو بس موضوع اجراء عمليه، لا، يكون الموضوع دقيق حتى ناخذ هاي التفاصيل الدقيقه بنظر الاعتبار، حتى من نسوي له تصحيح بصر بالليزر يقول دكتور ابني او بنتي عينه منحرفه، او حس عيونه مو نفس الشيء، مو نفس الشيء، او خيله، او يجي يقول بو قرجلدي وهكذا. يعني هاي التسميات الموجوده تصير بالفئات العمريه، عاده بالاطفال تصير، طبعا ممكن بالكبار هم تصير، اسبابها يعني تختلف عن اسباب الاطفال، بس الاغلب تصير بالاطفال. ممكن هي ولاديه، ممكن لا تصير بعدين. نقدر نقسمها تقسيمات بسيطه. اكو حول خارجي نسميه، نشوف العين تروح برا، ما تجي على طرف ما تجي على طرف الخشم، هذه اكزو. اكو لا حول داخلي او انسي نسميه، العين تنحرف تجي على طرف الخشم، يعني زاويه العين تنحرف. واكو حول يكون متقطع فتره من الفترات، خصوصا الطفل مثلا من يصفن او يعني يباوع عليك، تنحرف وترجع طبيعيه، تنحرف وترجع طبيعيه. اضافه الى تقسيم اخر نقدر نقسمهم، اكو قسم من انواع من الحول تتعالج بالمناظر فقط. نعم. اكو قسم من انواع الحول المناظر ما تفيدها، حلها اجراء عمليه جراحيه حتى نصحح هذا الحول، حتى نرجع العين لوضعها الطبيعي. اكو قسم ثالث بيناتهن اثنيناتهن، جزء من الحول يتصحح بالمناظر، وجزء اخر من الحول يتصحح باجراء عمليه جراحيه. طبعا ننصح الاهل انه يتابعون اطفالهم اول الاشهر من عمر الطفل. طبعا تكون الحول مو ثابت، يعني يجون هم يشوفون حركات بعين الطفل يحسوها حول، هذه ما نعتبرها حول. اول 3 شهور الى 4 شهور. بعد ال4 شهور اذا شافوا، يعني هذه اول 3 شهور، اذا ماكو شيء واضح جدا لا يخافون لا يرتبكون، لان هالعمر الطفل ما عنده تركيز رؤيه، يسمع اكثر مما يشوف، يعني السمع مالته اكثر من الرؤيه. بعد ال4 شهور اذا شافوا اكو حركات غير طبيعيه بعينه
او مثلا شكله مو طبيعي، وضعه مو طبيعي بالنسبه للعين الاخرى، ذاك الوقت ممكن انه يراجعون به ويهتمون بالموضوع يعني بعد الاربع شهور، حتى يعني اذا اكو مشكله حتى واحد يشخصها ولا تعبر ولا تصير مشكله بالمستقبل للطفل. وهذه يعني الشغلات يعني النصائح انه يعني ينتبهون على اطفالهم. دكتور، اكو اهالي يسالون الفحص اول ما يجون يقولون مثلا الطفل الضعف يسبب حول، يعني اذا الطفل هو كان بدايه عمره وعنده ضعف، نعم. اذا ما لبس نظاره احتمال يسبب له حول بالمستقبل؟ نعم، هو هذا النوع اللي حكينا عليه بالاول. نعم. وهذا اللي يتصلح بالمناظر. نعم. أي. يتصلح بالمناظر. اذا كان عنده ضعف العين تبدي تشوف زين وترجع تاخذ وضعها الطبيعي ويا العين الثانيه، بحيث العينتين راح تشوف نفس الصوره ونفس الجزء اللي تركز عليه. بينما اذا اكو عين ضعيفه خليه هيك نعبر عنها، الدماغ ينسى هاي العين. صح، يهملها يخليها بصفحه، بس يركز على العين اللي تشوف فيستلم منها اعازات، هذه يهملها، فهذه العين تبدي تتحرك بكيفها يعني بدون كنترول بدون سيطره. نعم. وبعد دكتور مثلا شنو الامراض اللي موجوده؟ انا حسب ما سمعت انه اكو نوعيه عدسه يسموها العدسات الذكيه. نعم، هذه العدسات شيء؟ عدسات ذكيه بالساد الابيض، يعني نرجع رجوع على الموضوع هذا. نعم. بالساد الابيض بالمي الابيض هم بالفتره الاخيره طبعا طفره هذه يعني بالعدسات. العدسات الاعتياديه اللي كنا قبل نزرعها مثلا قبل 10 سنين، قبل 15 سنه، هي عدسات اعتياديه. المريض يقوم يشوف البعيد صافي ويشوف 6 6 6 9 6 6 جزئي، يعني يوصل طبيعي او اقرب ما يكون الى الطبيعي، لكن راح يظل يعاني من مشكله القريب، ما يشوف القريب زين، الا يلبس منظره، يستعين بالمنظره حتى يشوف القريب زين، يشوفها صافيه، او يبدي يبعد مثلا اذا لازم موبايل او لازم كتاب او لازم دفتر او اي شيء يبدا يقراه يبعده، يلا يبدي يشوف زين، يقدر يشوف. اي هاي العدسات الذكيه هسه بالفتره الاخيره اخر 5 سنين او اقل اخر 3 سنين يعني تطورت كلش، تطورت المانيفاكتشرنج مالتها، التصنيع مالتها، والشركات طورتها بشكل جدا ممتاز، وبحيث قام يعني احنا نشجع بالموضوع لان نشوف نتائج مبهره بيها، والمرضى هم كلش يكيفون عليها. المريض اللي نزرع له عدسه ذكيه يبدي يشوف البعيد زين ويبدي يشوف القريب زين. يعني هنا نضرب عصفورين بحجر، وطبعا نحدد كل مريض شنو اللي يحتاجه. مثلا شخص سايق شغله انه يباع بعيد، ما عنده شغل قريب، هذا ما راح افكر انه اخليه له عدسه ذكيه، لان ما عنده احتياج بالموضوع، اخليه له عدسه اعتياديه حتى يشوف البعيد. لكن بالمقابل اكو شخص ثاني مثلا شغله مكتبي وبنفس الوقت يسوق سياره، هذا يحتاج يشوف البعيد بوضوح وهم يشوف القريب بوضوح وبدون منظره. طبعا هنا يعني هذا يعني مطلوب بالنسبه له، فاحنا من نزرع على هيك عدسات ذكيه راح يكون كلش ممنون وضعه، لان هم قام يشوف البعيد زين، خلص من المي الابيض وقام يشوف بشكل صافي وطبيعي للبعيد، وهم بنفس الوقت رجع شباب مثل ما يقول. صح. يقوم يشوف القريب همينه بشكل طبيعي، بحيث الحاسبه مالته من يستخدمها، الموبايل من يستخدمها، الكتابه، الشغلات المكتبيه مالته ما يحتاج منظره حتى يشوف. هذول هاي العدسات يستخدموها خاصه الكادر التدريسي اللي بعد ال40 سنه، يعني دول همينه يستفادون من عندهم القرايه والكتابه والتصحيح نعم. احنا والسياقه. يجون يعني اللي مثلا يعانون من مشكله البريسبايوبيا، احنا البريسبايوبيا. نعم. البريسبايوبيا يعني هو البعد اللي يبدا الشخص القريب ما يشوفه بعد ال40، بعد ال 41 او 42 او 43 سنه عمره هيك يصير الشخص يبدي القريب ما يشوفه. يعني مو كل مريض احنا نروح نزرع له هاي العدسات، لان يعني العين جزء جدا مقدس، يعني مال انه نطب بداخل العين ونسوي له عمليه وهو مو بحاجتها. صح. لا يعني هذه يعني امانه نجنب المريض هاي الامور. بالضبط. اذا الشخص ما عنده مي ابيض وما عنده مشاكل بالعدسه يستعين بالمنظره لفتره معينه من عمره، من يبدي عند المي الابيض ذاك الوقت احنا راح نفهمه ونقترح عليه هاي العدسه. يوصل مرحله يعني هوايه متدهوره من المي الابيض نقول، يعني يبدي يبدي تبدي تاثر. نعم. على الرؤيه عنده. احنا الغايه من عمليه المي الابيض هي انه نحسن الرؤيه مثل ما قلنا. يعني هو هذا
توب، يعني اول مطلب من مطالب عمليه المي الابيض. فمن تصير عنده مي ابيض يبدي يكون مؤثر عليه، يبدي يعني البعيد يشوفه مغوش، ما يشوف 6/6. ذاك الوقت راح يكون اقتراحنا له انه يا استاذ يا دكتور، العمليه راح تكون بهالطريقه هذه، يعني العدسات الذكيه هيك وظيفتها وهيك شغلها، وطبعا يرحبون بالموضوع بهذا الموضوع. طبعا هاي اختياريه من المريض انه هو يختار العدسه، انتم واجبكم كاطباء تنصحون. طبعا احنا هاي اختيار له. بس اغلب المرضى يعني حسب الحاجه من نبين له هاي النقاط اللي بيها هاي يعني الفوائد اللي بيها بهاي العدسات. طبعا يعني راسا هو يختارها، يعني صحيح. تلقاه مثلا صار له 10 او 15 سنه أي. يلبس مناظر للقريب، يريد يخلص منها. أي. فيخلص منها، يعني هم خلص من المي الابيض وهم خلص من المناظر بالنسبه للقرايه. واكو مرضى قلت لك يعني احنا يعني نشوفهم ندرسهم، يعني حجيه عمرها خلينا نقول مثلا 70 سنه. نعم. ما عندها قرايه وكتابه، صح. ما عندها شغل مكتبي، قاعده بالبيت تريد تشوف البعيد اللي طب عليها واللي يطلع عليها التلفزيون، الجهالب اللي طب يعني، او تطلع مثلا تتمشى الى اخره من التفاصيل هذه. ما عندها شغل بالقريب، ولا عندها شغل بالموبايل، ولا عندها قرايه، ولا عندها كتابه. هذه ماكو داعي ان نقترح عليها عدسه ذكيه، نزرع لها عدسه اعتياديه وتكون سعيده وشوفها طبيعي 6/6. اختيار العدسه الذكيه يكون تارجتد، يعني نستهدف الفئات اللي تحتاجها، مو كل شخص نزرع له عدسه ذكيه. سو دكتور، اكو مرض اسمه الضفره؟ نعم اكو، هذه هم واحده من الامور الشائعه احنا خصوصا عندنا بالعراق. الضفره اللحمه الزايده، او يقول لك زياده جوشت، او يقول لك فضلئت. هاي التسميات طبعا كل اللغات. اي كل اللغات، حتى كلش بكثره موجوده بالعراق، لان جونا حار وجاف. هو السبب الرئيسي هذا الموضوع، هذا اللحمه الزايده والظفره، هي اشعه الشمس اللي تحتوي على طاقه عاليه من الاشعه فوق البنفسجيه. اشعه الشمس. اشعه فوق البنفسجيه. نشوفهم الاغلب اللي هم اوت دور وركرز، يعني اللي هم شغلهم مو مكتبي، خارجي. مثلا سائق تلقى مده طويله قاعد على الستيرن والشمس بوجهه وعلى الجام. مثلا عامل صح. يعني اوت دور قدام الشمس دائما بالضبط، مثلا الى اخره، مهندس والفلاحين وهذول يعني اوت دور وركرز اللي هم شغلهم خارج البنايات، خارج مو مكتبي. نعم. يتعرضون للاشعه فوق البنفسجيه. نعم. يعني لان الشمس ما شاء الله قاعده بصخنا الشمس هيك يعني جيراننا الشمس. فهنا نصيحه اوليه، يعني هي تبدي الموضوع يكون تراكمي، يعني مو مثلا انا طلعت مره للشمس او مرتين للشمس راح يصير عندي ضفره، لا، تراكمي وقت طويل بالشمس وبمده طويله بالشمس، يعني مثلا سنين، 5 سنين 10 سنين 15 سنه، يلا يبدي الموضوع هذا يتكون. فننصحهم انه بالبدايه اللي هم اللي يشتغلون برا خارج البنايات، شغلهم خارج البنايات يعني مو مكتبي او داخل البنايات، يلبسون مناظر شمسيه. يعني النقطه المهمه انه يراعون موضوع المنظره الشمسيه، المنظره اللي ياخذوها انه تكون
واقيه او تحمي من الاشعه الفوق البنفسجيه. نعم. تمنع الاشعه الفوق البنفسجيه باطوال موجيه معينه انه ما تعبرها. هذه كلش مهمه وتحميهم. نعم. اضافه الى انه كونها بولارايزد، الاهم من البولارايزد اللي انه من الاشعه الفوق البنفسجيه، تمنع الاشعه الفوق البنفسجيه انه تطب داخل العين. وطبعا هاي عفوا دكتور النوعيه مال النظارات الشمسيه يفضل من العوينات احسن من تكون خارج طبعا يعني من خلينا نقول من مصادر موثوقه يعني، خصوصا يعني انتم اهل العوينات فاحصين البصر عندهم اجهزه خاصه بالموضوع يقدرون يقيسوها، حتى يعني مثلا البراندات اللي تجيهم او الانواع اللي يريدون ياخذوها يقيسون يعني خلينا نقول قدره الحمايه او قدره يعني تحمل اشعه الشمس، قدره الحمايه من اشعه الشمس باجهزه معينه خاصه. وهنا بعد يعني من الشخص من ياخذها يكون مطمئن انه ماخذ شغله زينه وهي اللي تفيده، يعني مو انه ماخذ شغله بس شكل وما تفيده بالمستقبل. او يعني يلبسها مثلا تكون نوعيه العدسه مو تكون يوفي او حمايه كامله بها، احتمال مثلا هو يلبسها يشتريها من اي مكان كانه ملابسها، صح؟ بالضبط. يعني يعتبر بالعكس اصلا تكون اسوء. صح. ليش تكون اسوء؟ تكون مظلله بها ظل، هنا البؤبؤ يتوسع حتى يدخل ضوء زايد، وبالتالي يدخل اشعه فوق البنفسجيه زايده. يعني لو ما يلبسها يكون افضل. بالشمس عاده البؤبؤ يتقلص، فمن تقلص البؤبؤ راح تدخل اشعه فوق البنفسجيه واشعه اعتياديه اقل، لكن من تلبس لمنظره شمسيه صارت ظلمه البؤبؤ راح يتوسع. راح الاشعه الاعتياديه والاشعه الفوق البنفسجيه دخولها داخل العين والشبكيه وحتى يعني بداخل العين ككل يكون اكثر. هاي المعلومه يعني هواي قل من الناس انه يعرفوها، يعني حضرتك ذكرتها، يعني هواي قل من الناس يعرفون انه مثلا هاي نوعيه العدسه هيك راح تسوي بالعيون. اي يعني انا اذا ما عندي منظره وانا اسوق سياره ما البس منظره زينه، يعني منظره انا متاكد انه هي تحمل الاشعه الفوق ما البسها، حتى البؤبؤ مالتي لا يتوسع، بالعكس بدال ما تفيدني تضرني. هذه يعني الظفره موجوده عندنا بكثره يعني هوايه. الحل اللي النهائي لها يكون باجراء عمليه ازاله الظفره، يعني نشيلها بطريقه جراحيه معينه. طبعا من انجح الطرق انه بازاله الظفره انه ازاله الظفره مع الترقيع. نجيب نسيج طبيعي من مكان طبيعي من العين، نخليه بهذا المكان الفارغ اللي شلنا منه الظفره، حتى يصير بلوك، يصير حاجز، ما يخلي النسيج الغير طبيعي مره ثانيه ينمو ويتكون الى ظفره. شكرا دكتور لك على هاي المعلومات القيمة، وإن شاء الله يكونون المشاهدين استفادوا من معلومات حضرتك، يعني صراحة يا ريت نقدر نكمل الوقت كلها وياك. إن شاء الله يكونون المشاهدين هواي مستفادين من عندها. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونون استفادتوا من المعلومات اللي انطاها الدكتور علي محي الدين رشيد. نلتقي وياكم بحلقات قادمة. مع السلامة.